السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم بقناة تكنيك بالعربي. الآن ليش ما بنشوف لاعب أردني أو لاعب عربي يقدم مستويات عالية في أحد الدوريات في الدول العربية أو الدول الآسيوية في أوروبا؟ راح نعطي مثال. خلينا نحكي عن لاعب يزن العرب اللي مقدم مستويات عالية في كوريا. يزن العرب ليش مثلا ما يكون مدافع في ريال مدريد؟ بصراحة الفكرة حاليا غير واقعية نهائيا، مش لأنه اللاعب سيء، بالعكس يزن العرب مدافع عنده قوة بدنية، التزام تكتيكي، قراءة جيدة بالالتحامات، لكن مستوى ريال مدريد مختلف تماما. مثال: ريال مدريد بيلعب بأعلى مستوى دفاعي بالعالم. المدافع اللي بوصل ريال مدريد غالبا لازم يكون بطل دوري الأبطال أو نجم في الدوريات الخمس الكبرى أو موهبة عالمية عمرها من 18 إلى 21 سنة. لازم يكون عنده سرعة القرار والضغط. في مدريد لازم اللاعب يتعامل مع ضغط نفسي وجماهيري هائل، كل خطأ عليه ضوء وكل تدخل محسوب. إذا العرب لسه ما لعب دوريات أوروبية كبيرة أو بطولات قارية عالية المستوى. طيب هل عنده إشي بخليه يقترب من أوروبا؟ إذا نحكي موضوعية، يزن عنده جسم قوي، شخصية قيادية، تمركز ممتاز مقارنة بمستوى المنطقة. لو انتقل لدوري أوروبي متوسط، بلجيكا، اليونان، إسبانيا مثلا درجة ثانية، ممكن تفتح له طريق كبير حتى يتواجد في فريق كبير على مستوى العالم. الخلاصة: يزن العرب يميز على مستوى المنتخب، الدوري المحلي، على مستوى العرب، على مستوى آسيا، لكن انه يكون قريب من فريق مثل ريال مدريد او برشلونة مش الان، مش قريب، لانه مطلوب هناك مستوى عالمي ومستوى مستمر وليس مجرد مباريات جيدة فقط.